السلام عليكم غزالاتي الحدقات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم غادي تكون هاد الحلوه هذه بحال كيكات صغار اللي كنشريو كيكونوا جاهزين، كنشريوهم من عند البقال. كيكونوا لذاذ بزاف، كلنا كنعرفوهم، كيجيو حلوين ولذاذ بزاف بزاف. ان شاء الله غادي نحضروهم في البيت بمقادير اقتصاديه وطريقه مبسطه جدا سهله، وان شاء الله غادي يعجبوكم بزاف. راهم نفس الطعم، كونوا اكيدين انه نفس المذاق ديال الجاهزه اللي كنشريو. ان شاء الله تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، راه كيجيو هشاش ورطبين ويمكن تحتفظوا بهم حتى ل10 ايام في الثلاجه من غير مجمد. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. نقولوا بسم الله. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا البيضه واحده بدرجه حراره المطبخ، غادي نحتاجوا 150 غرام ديال السكر سنيده، معاه 3 رطقه ديال الملحه، ومعاه 7 غرام ديال السكر الفاني. عندنا 7 غرام خميره الحلويات، 2 معالق كبار من مربى المشمش، عفوا يكون بدرجه حراره المطبخ كذلك ما يكونش بارد. عندنا 160 مليلتر ديال الحليب، انا طحنته مع القشور ديال الحامضه، حيت غادي نحتاجو انه ندوزو هذا الحلوه في واحد البوش اولا جيب حلواني. فباش ما يبقاش يحصل لي هنا، انا طحنت دوك قشور الحامضه مع 160 مليلتر ديال الحليب. عندنا هنا 160 مليلتر ديال الزيت النباتيه، وتقريبا الدقيق غادي نحتاجو 300 حتى 340 ديال الدقيق الابيض الفورس. انا غادي نشوف شحال غادي نستعمل. نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي نخلطوا جميع المكونات مزيان حتى يذوب لينا داك السكر وينسجموا 100%. بعد ما تخلطوا لينا جميع العناصر غادي نضيفوا المربى، 2 معالق كبار ديال المربى المشمش، تقدروا تعوضوا بالعسل، ونضيفوا الزيت 160 مليلتر، بعد ما نسجموا لينا جميع العناصر غادي نبداو باضافه الدقيق تدريجيا. انا تسبق ليا نخلطوا يا البنات، سبق ليا غربلتو. بيكينغ باودر خميره الحلويات 7 غرام، كيف كتشوفوا معايا هنايا راه ضفت الدقيق، تقريبا بقات غير واحد الملعقه كبيره من ديك 340 غرام، يعني نقولوا تقريبا 320 غرام ديال الدقيق اللي استعملت. هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه البنات، ما يكونش خفيف بحال القوام ديال الكيك، خاصو يكون قصح من ديال الكيك بشي شويه. غادي نحيد واحد 3 ولا 4 د المعالق، نديرهم في واحد الزلافه. غنضيف ليهم ملعقه كبيره من الكاكاو المور بودره، ونضيف لهم القليل من الحليب فقط باش ما يجينيش الخليط ثقيل بزاف، وغادي نخلطو مزيان. هذا هو اللي غادي نزينو به، غتشوفوا معايا. صافي هذا غادي نخليه جانبا، غادي نحتاجو للتزيين. كنوضعوا الخليط في واحد جيب حلواني بحال هكذا، ولا تقدروا تستعنوا غير بلاستيك عاديه وتكون شويه قاصحه باش ما تقطعش لكم، ولا تقدروا كذلك تستعملوا قنينه بلاستيكيه فارغه
وتقبوا ليها داك البوشون ديالها وتستعملوها. كناخذوا الصينيه ديال الفران نفرشوا ليها ورق ديال الطبخ بحال هكذا باش ما يلصقوش معنا، حيت كيكونوا خفافين بزاف ورطبين. وكنبقاو نديروا واحد الطبقه اللي هي رقيقه، ما تكثروش من العجين باش ما يجيوش، حيت ملي غادي تدخلوهم الفران غادي يتحلوا واحد شويه. وخليو كذلك مسافه بيناتهم. تقدروا الا ما غاديش تقدروا تجيبوهم قد تاخذوا واحد القلم وترسموهم ترسموهم يكونوا بحيث انهم يكونوا قد وتقلبوا الورقه. يعني ما تحطوش الخليط فوق داك السيلو، قلبوا الورقه عاد باش تحطوا الخليط ديالكم. دائما كنشري بحال هاد السرنجات بحال هكذا لي باري خاويين، كنستعملهم للطبخ، كنخليهم للمطبخ خاصين، كيكونوا هكذا كبار وما فيهمش ديك الجلده بحال ديال، يعني ماشي اللي كتستعمل في المستشفيات. وكندير فيها داك الخليط اللي ضفنا ليه الكاكاو المر، وكنديرو بحال هكذا هاد الخطوط هكذا بحال ديال الميلفوي. كناخذوا واحد الكودون ولا عود ديال الخشب وكنبقاو نزينوه هكذا غاديين جايين باش نعطيو هذاك الشكل ديال الميلفوي ولا الشكل تماما ديال هاد الحلوه هذه اللي كنشريو. تقدروا غير ديروه في بلاستيك كيف ما سبق لي قلت لكم حتى هو، وديروا ليه تقيبه رقيقه هكذا باش يخرج لكم الكميه هكذا رقيقه. وهذا هو الشكل اللي غادي تحصلوا عليه من بعد ما تقدوهم هكذا تنقشوهم. غنديروهم يطلبوا على درجه حراره 180 درجه بحال الطياب ديال الكيك، العافيه من التحت ومن الفوق. وهذه هي الحلوه ديالنا بعد ما طابت. كيف ما كتشوفوا كتجي محمره بحال اللي كنشريوها تماما جاهزه، وكتكون واحد الريحه فيها يا سلام ديال داك قشور الحامض، كتكون فيها رائحه منسمه بزاف، ريحتها راه واصله لتحت الدار. صافي غادي تاخذوا بحال هكذا تخليوهم يبردوا واحد شويه، وغادي نبداو نلاقيو فيهم، نشوفوا كل وحده نلاقيوها بوحده قدها في الحجم ديالها باش ما يجيوش وحده كبيره وحده صغيره. كيف كتشوفوا معايا كيكونوا خفاف بحال المادلين. انا خديت مربى المشمش، ما ضفت ليه حتى اضافه يا البنات، ما سخنتو ما والو، كندهنو بالقليل بحال هكذا. وكنلاقيو جوجات مع بعضهم كيف ما قلت لكم يكونوا بنفس الحجم. وكذلك ممكن انكم تدهنوهم بحال هكذا بالشكلاط، حتى هو كيجي في المذاق زوين، وحتى في المنظر ملي كتقطعوهم بحال هكذا كيجي المنظر ديالهم جميل تماما. البنات بحال اللي كنشريوها جاهزه، نفس المذاق نهائيا. واش كاين شي اختلاف؟ الا انه الاختلاف الوحيد انك انتي اللي صوبتيها في دارك بيديك وعارفه شنو كتاكلي، ما فيها لا مواد حافظه ولا حتى حاجه. تقدروا البنات تخليوهم عندكم في الثلاجه حتى ل10 ايام فقط. ديروهم في شي علبه بلاستيكيه ولا في بلاستيك غذائي محكم الاغلاق باش ما ينشفوش معكم، وكيبقاو حتى ل10 ايام هكذا. توجدوهم لوليداتكم يبقاو يدوهم المدرسه ولا يفطروا بهم، كيكفيو لمده اسبوع كامله. نقطع معكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتكون. راه كيكونوا هشاشه البنات وخفاف بزاف، الشكل ديالهم رائع جدا.
منسمين بقشور ديال الحامض، كيجيو رائعين بزاف، والمقادير ديالهم جد بسيطه، وحتى الطريقه ديال التحضير راكم شفتوا معايا سهله جدا، ماشي شي حاجه اللي معقده. وهذه ديال الشكلاط كذلك قسمت معكم وحده باش تشوفوا معايا المنظر كيفاش كيكون، الشكل ديالها ملي كتقطعوها كيكون جميل جدا. كنتمنى البنات يكون نال اعجابكم هذا الفيديو، طبقوه ان شاء الله لوليداتكم، راه غادي يعجبهم بزاف بزاف، وحتى ليكم حتى نتوما راه غادي يعجبكم بزاف. كان الفيديو ديال اليوم هو هذا البنات، كنتمنى يكون نال اعجابكم، ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك للي باقي ما اشترك معنا في القناه، وفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. مع السلامه.